السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان هي واخو جوزها ساكنين في بيت واحد، بس جوزها الكبير واخوه الصغير، بس اخوه متجوز قبلي. فبتقول احنا على طول مراته بتعمل مشاكل معايا وخناقات، فجوزي قال لي تسري عنها وملكيش دعوة بيها عشان مش عايزة اخسر اخويا. قلت له فعلا عملت كده. فجأة لقيتها في يوم هي وجوزها واقفين بيتكلموا عليا، بيسمعوني يعني وبينكشوا كده. المهم رحت طلعت رديتها على مراته. هو راح دخل، لما انا طلعت هو اتكسف وراح دخل. فانا بتخانق انا وهي، راح هو طالع وشتمني وزعق لي وكان عايز يمد ايده عليا، بس لولا الجيران اتدخلت وحشوه. وانا دخلت وسكت وقلت خلاص مش هتكلم، يعني خدت حقي بالكلام وكده. مش هقول لجوزي عشان ما يحصلش مشاكل ويقولوا ايه انا اللي خربت البيت وانا اللي عملت وانا اللي سويت. فالمهم جوزي لاحظ ان انا مش بكلمهم هما الاثنين، فبيقول لي في؟ قلت له مفيش حاجه. اي لا في؟ قلت له لا مفيش، انا بس ايه اتصلتهم عشان ايه مش عايزين مشاكل. المهم راح من ورايا، راح سأل اخوه، قال له مراتك عملت وسوت واللي ما قالوش الحته اللي هو شتمني فيها وبهدلني فيها وتهجم عليا فيها وكان عايز يضربني وكده. المهم كان طالع لي بقى سخنان. راحت اخته راحت ماسكاه قالت له هو عمل كذا وكذا 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 في مراتك. راح طالع يجري عليا، انت ما قلتليش ليه اخويا عمل كذا 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 فيك وانت ما قلتليش؟ قلت له ما اقول لك خلاص انا خدت حقي بلساني وخلاص، خلاص ايه اللي حصل حصل. قال لا. راح نزل ومسك في اخوه وضربه. راح حمايه كنا احنا واقفين بقى انا وهي، انا وسلفتي. راح بصلنا كده قال لهم هدومكم وامشوا على بيت ابوكم، هو انتوا جايين تخربوا البيت، جايين تمسكوا تموتوا عيالي؟ فراح هي في سلفتي التاني لمت هدومها وخدت عيالها ومشيت. راح جوزي باصص لي قال لي ما تتعتبيش بره البيت. قال له يعني انت هتكسر كلامي؟ قال له مش هكسر كلامي، بس لما ابقى انا بقول لها ما تخرجش مش هتمشي. قال له لا هتمشي، هو انتوا عايزين تموتوا بقى النسوان هتخليكم تموتوا بعض؟ راح بص لي، راح جوزي راح بص لي كده قال لي لمي هدومك وامشي، وانا لما ابقى راجل وليا مكان اتحكم فيه هبقى اجيبك. وفعلا رحت ماشيه وحاولوا يرجعوني تاني، وحمايه جه وقرايبه يعني وخلانه وعمامه كده رجعوني. وجوزي مصمم، جوزي سافر شغل يعني. قال لي لا ما ترجعش، وانا بقول لك ما ترجعش وياكي ترجعي. انا اول فرصه ليا اصبري شويه هانت شهر وهنزل اخدك وتقعدي معايا هناك، ومش هنزل تاني غير في المناسبات بس. وهبعت لابوكي يجيب لنا يشتري لنا ارض او يشتري لنا شقه ونستقل لوحدنا.